الاكلير الفرنسي. بعد الفيديو ده مستحيل تشتروه من بره تاني لان بجد سعره خيالي. هعمله معاكم باقل كمية بيض وباشكال مختلفة مع حشوة الباستر كريم اللي بتلظ فيها وانتوا بتعشقوها. عجينة الاكلير نص كوباية من الحليب، نص كوباية من المية، وعليهم 110 جرام من الزبدة وربع معلقة من الملح ومعلقتين من السكر. نرفعهم على النار لحد ما تسيح. اول ما الخليط يبدأ في الغليان بنطفي ونحط كوبايتين الا ربع من الدقيق ونفضل نستمر في التقليب ونرفعها على النار تاني لحد ما تكون القشرة ونسيبها تبرد او تدفى 5 دقايق ونزود البيض تدريجيا 3 بيضات، وحطيت فانيليا كمان. واهم حاجة وانتوا بتقلبوا العجينة على النار تكون متوسطة النار مش نار عالية. شوفوا العجينة متماسكة جدا فزودت كمان بيضة كبيرة، وهو ده قوام العجينة المظبوط. مش متماسكة بتنزل بشكل انسيابي. هستخدم صينية ألمونيوم والقمع ده اللي انا استخدمته في التشكيل. بنحط فيها ورقة زبدة او المفرش المخصص للاكلير. بنظبط الحروف بالمية وندخلها على فرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق على حرارة 180 لمدة 45 ل 55 دقيقة. الحشوة الباستر كريم اللي عملناه مع كريم شانتيه